في عالم الموتوسيكلات المكن بيكبر وبيتطور وبيموت، الا المكنه دي بقى لها اكتر من 70 سنه بتتصنع بنفس الفلسفه البدائيه وبنفس القوه الغاشمه. لو فاكر انك فاهم يعني ايه عزمه وهندسه صلبه، فانت محتاج تعيد حساباتك قدام الهارلي سبورتر. والنهارده هفكك لك اللغز اللي خلى الحديد ده يسيطر على الاسفلت اجيال ورا اجيال. عشان تفهم ليه المكنه دي دبابه فعلا لازم نبص تحت التانك. السبورتر كانت اول مكنه في تاريخ هارلي تدمج الموتور وعلبه التروس في فرخه واحده صلبه. دي ميكانيكال يونت كونستراكشن، يعني مفيش فاصل تضعفها ومفيش جنازير من جوه بتتراخى. كتله واحده بتنقل القوه من البستم للعجله بصلابه مرعبه. المحرك ده مش مجرد آلة، ده قطعه حديد معجونه ببعضها عشان تستحمل اللي مفيش مكنه تانية تستحمله. هنا بقى الصياعه اللي ما يعرفهاش غير اللي فتح الموتور ده بايد. السبورتر ما فيهاش كامه واحده زي المكن العادي، فيها 4 كامات منفصله، كل صمام ليه ترس وكام شغالين لحسابه. التعقيد ده مش المنظره، ده اللي بيدي السبورتر العزم على السرعات القليله اللي بيميزها. ايوه هي هندسه قديمه بس لسه بتتعلم على التكنولوجيا الجديده. خلونا نتكلم بصراحه، المكنه دي مش ناعمه، هي تبريد هواء بالكامل. يعني في عز الظهر انت سايق فرن حرفيا. السلندر ورا حرارته بتوصل لمستويات تفتخر بها شركات البوتاجازات. المكنه دي وزنها ربع طن، 255 كيلو، وفراملها على قدها. انت محتاج تكون سواق بجد عشان تسيطر عليها. تستخدم فرامل الموتور وتفهم رتم الحديد. السبورتر مكنه خشنه، لو مش حملها ما تركبهاش. ليه المكنه دي بتعيش 200,000 كيلو؟ السر في البريمير درايف. هارلي فصلت زيت الدبرياج عن زيت الموتور. الزيت اللي بيشيل بواقي تاكل الدبرياج بعيد تماما عن الزيت اللي بيزيت البساتين. ده ذكاء ميكانيكي بيحافظ على قلب المكنه نظيف لاطول فتره ممكنه. بتهز جسمك كله بس قلبها محمي بهندسه ذكيه. في الاخر السبورتر مش مجرد مكنه، دي شخصيه مكنه بتعرفك ان القوه مش في الشاشات ولا التكنولوجيا، القوه في الحديد اللي بيستحمل السنين. كان معاكم ابو حراز، قول لي في الكومنتات انت مع المدرسه اللي بتعشق الحديد الخام ولا بتدور على الرفاهيه، وما تنساش الاشتراك. سلام.